الستيل دايما يا جماعة هتلاقوه بقى قليل على الميديا عشان تصنيعه صعب، والناس اللي بتصنعه بدأوا يكونوا قليلين، وأكتر الأذواق اللي ماشية طبعا المودرنات. لكن الستيل ده هيفضل موجود عمره ما هيبطل. وكمان بيغوه مش بس المصريين، بيغوه اخواتنا لسه بايعين أوضة النهاردة راحت جدة المملكة العربية السعودية، وبيحبوه أهل السودان وبيحبوه أهل العراق. الغرفة دي يا فندم تمنها الشرعي اللي حضرتك هتسمعه، هتسمع ال 120 وال 125. بس انا قبل ما افاجئك بقى، احنا كمبادره تعالى دمياط بنبيع بكام؟ عايز اقول لحضرتك شويه تفاصيل بتفرق في السعر. اولا الرجلين دي عواميد زان احمر قايم نايم، الحفر ده كله على زان احمر ورق التركي ملزوق على الدهان اللاكيه. وشوف انا نصحت حضراتكم كتير، شوفوا قلب الشغل قبل وجه الشغل، حاجه تبارك الله احسن الخالقين. طبعا برواز بانوراما بمقاس السراحه، والعمود اللي على يمين ويسار البرواز ده مهم قوي يا شريف ومقرر في الدولاب. وهنفرجه لكم كمان في السرير، وحته رخام على الغرفه مستورده بالكامل. المفروض ان انا اشطر واقول لحضرتك طب هم قالوا 120,000، هنقول احنا مثلا 98,000. مفيش عندنا الكلام ده. الغرفه دي 88,000 جنيه، تقدر تشتريها بزيارتنا في دمياط، وتقدر تطلبها اونلاين. طبعا السعر لا يشمل الشحن. ومن مميزات الغرفه 6 ضرفه ولكن 5 جنب. الناس اللي مش من دمياط، يعني ايه 5 جنب؟ يعني الضرفه الطرافه لوحدهم منفصلين زي ما انتم شايفين. حاجه تبارك الله. قلب الدولاب عالي قوي والتسكيك بلدي. وشوف تخانه، تعالى كده يا شريف معلش، من زمان انا ما وقفتكوش على تخانه زي دي يا جماعه. فم ضرفه زي دي، وزي الضرف الداخل زي ما انتم شايفين، وشاط زان احمر من الاول للاخر على القشره الطبيعي، اعلى مستوى نجاره، تسكيك بلدي. يسلم ايدين اللي عمل الشغل ده. طبعا الشغل ده يا جماعه مش بيطلع غير من العاصمه دمياط على طبعا بيت العميل. ولو خدوا براند في المحافظات، شوفي التقفيله تحت البورنيطه 88,000. ايدك في ميه الذهب. عشان المعرض ده جديد زي ما قلت لكم اول مره بنصور له، هنسيب كمان من الغرفه 1000 جنيه، يبقى سعرها 87,000 جنيه. واعتقد دي ارخص سفره ستيل في الفئه الاولى في جمهوريه مصر العربيه. مسحت حد نفس فم الظرف العريض برضه يا جماعه زي ما انتم شايفين. عمري في حياتي ما شفت والله يا شريف ظرفه فمها حوالي 8 سم غير في الغرفه دي. كده شفنا الدولاب باستفاضه. وطبعا كل ده حفر على اخشاب الزان الاحمر زي ما حضراتكم شايفين، والدولاب واقف في الاسفل على كعوب. معلش سامحوني لو وقت الفيديو طول مني شويه، ولكن الحلو ما نقدرش نقول عليه غير حلو. قول بسم الله الرحمن الرحيم واتفرج على سرير عالمي في كل حاجه. حفر في الاعلى وحفر في الاسفل، حفر في الشباك الكبير وحفر في الشباك الصغير. ربنا يحسن السوق. ومن يمكن الغرفه الوحيده اللي قلت ان شاء الله هتتباع اونلاين من مبادره تعليمات او حتى بزياره العميل، لكن غرفه تفتح النفس، وغرفه ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. ربنا يحسن سوقها ويجعل نصيبها ان شاء الله من مبيعات مبادره تعالى دمياط. دايما كده تقدر تبص تعرف ان الوش ده قطعه واحده، وتلاقي هنا على بوصه وهنا على بوصه والظهر على بوصه، وهتلاقي نقر ولسان، تعرف ان انت واقف على شغل عالي جدا. مكونات الغرفه دي بسرعه يا فندم وانت بتتفرج عليا: 2 كومو وسرير كبير وسرير صغير، ومعمولين تنجيد باللون البني العالمي. وما تنساش ان غرفه ستيل يعني معاك عسكري، وعسكري مش اي كلام، ده حاجه عالميه جدا. عليه طبعا رخام مستورد، اخاف اقول برتغالي وغالبا مغربي، انا مش عارف، بس رخامه عاليه قوي. ضرفه كبيره ودرج، والاثنين عمود. هنقول غرفه الستيل العمود هو اسمها كده. حتى الكرسي بتاعها برضو ستيل، سرحتها ودولابها. تقدروا يا جماعه تشتروا الغرفه دي اونلاين عن طريق مبادره تعالى دمياط، سواء بزيارتنا في دمياط او وانت بتشرب قهوتك في قلب. عوامل كتير يا فندم لازم حضرتك تتاكد منها وتدور عليها وانت بتشتري غرفه النوم. لان انت مش بتشتري بنطلون ممكن تغيره بعد اسبوع او اتنين، لا لا، انت بتشتري سلعه معمره بتقعد مع حضرتك وقت كبير. ولازم تدور على الخامه اللي مصنع منها الشغل بتاعك، طريقه الدهان اللي تشطب بيها الشغل بتاعك، الفينش اللي موجود جوه الشغل بتاعك. ومهم جدا زي ال3 عناصر دول عنصر السعر. انت ما مسكتش لساني حضرتك ان انا اقول لك 59,000 ولا 64 ولا 69، ولا اجيب بنت جميله تطلع تشاير الشغل بدلنا وتتكلم زي ما هي عايزه وتاخد كذا الف وهي مروحه
ولا جبرتني ان انا اعمل اعلان ممول ثمنه 7 8000 جنيه عشان اجيب كم مشاهدات كبير، ولكن القيمه ليها دايما سعر مناسب، ورزقنا ورزقك على ربنا سبحانه وتعالى. الغرفه دي كلها بلاكاشته مربع اخشاب زان احمر، ولكن من مميزاتها غير ان تصميمها جميل قوي، فيها شويه حاجات. فيها الزجاج الدرج ده محترم جدا وملزوق على خشب، يعني يتحمل مع حضرتك الصدمات. فيها الستيل المربع اللي انا بنصحكم دايما بيه. فيها الزجاج الشفاف وبرضه ملزوق على خشب، وفيها تنجيد على اعلى مستوى، وفيها شرايح استانلس ملزوقه على زجاج دارك اسود. شكله بجد محترم جدا. لو بصيتوا على داخل الدولاب هيدي لحضرتك ايحاء على جوده المنتج. زي ما انتم شايفين حاجه تبارك الله، خزنه فيها 2 درج، شماعه هنا، درج للخصوصيات، تطبيق فوق وتحت وفي الاسفل، طبعا تسكيك بلدي، نجاره تبارك الله احسن الخالقين. من اجمل حاجه في الغرفه دي سرحتها البرواز البانوراما ده. بجد انا اول مره اشوفه وانا راجل عندي 2300 فيديو على يوتيوب، هذا من فضل الله. ولكن دمياط كل يوم فيها جديد. البرواز زي ما انتم شايفين زجاج شفاف، وفي نفس المنظر بتاع الظرف الاستانلس، وفي الزجاج الدارك الاسود. وبرضه من المميزات ان الغرفه قرص رخام، طبعا فيها 4 ابراج احلى من بعض، نجاره وتنجيد من الداخل ويد من الخارج تركي، تبارك الله احسن الخالقين. بجد سراحه هايله، وبجد غرفه هايله ومختلفه. قبل ما انسى افرجكم الجزء الثاني من الدولاب. عاملين نص دريسنج، مكان للتطبيق ومكان للتعليق. بنكت الغرفه ساده ساده الترا مودرن. ظهر السرير والاثنين كومو زي ما حضراتكم شايفينهم، شيك جدا 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 وعلى اعلى مستوى. وبرضه القرص بتاعتهم رخام، وحاجه بتشرف حضرتك، وحاجه بتكون في بيتك دايما. عمر افتراضي طويل، خامه عاليه جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين السقاس الزان ده هو اللي بيشيل الملل، وهو اللي بيشيلك انت شخصيا وانت مستريح على الغرفه. ظهر بقماش، فوطه براند، شريحه ستانلس شيك قوي. بجد والله يا جماعه بدون مبالغه، وانتوا عارفين ان انا ما بحلفش خالص في الفيديوهات، ولكن والله غرفه محترمه جدا بالسعر ده، ورزق اللي بيشتروها ورزق الجادين. وما تنساش ان انا نصحتك كتير، لما تكون واقف على غرفه نوم وتلاقي الكرسي بتاعها معمول معاها، تعرف ان نجارها مش بيوفر من الشغل حاجه. الغرفه دي يا جماعه سعرها 52,000 جنيه للجادين اللي بيشتروا من جوه مصر او بره مصر. دايما السعر لا يشمل الشحن. وما تنساش عندنا شغل عموله على اعلى مستوى، بنجدد عفش البيت برضه، ليس لاعاده البيع ولكن لاصحابه فقط. والاهم في الموضوع كله نتحرك معاك في مدينه دمياط ما بين اكتر من 178 معرض وتاجر ومصنع للاساس، كلنا بنبيع بالسعر التجاري. شكرا لكم، استنوا باقي الفيديوهات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.